السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم مربى الفراولة، وهقولك ازاي تطلع معاكي زي الجاهزة واحلى كمان. اول حاجة هتجيبي الفراولة وتغسليها كويس جدا وتصفيها من المية. بعد كده لو حابة تسيبيها صحيحة زي ما هي هتسيبيها. انا بحب اقطعها قطع صغيرة عشان بستخدمها وبزين بيها السابلي او البيتيفور. بعد كده هحط على كيلو الفراولة بعد ما ننضفها كيلو عليه 600 جرام من السكر. الكيلو بعد التنظيف، كيلو وربع فراولة بعد التنظيف بيبقى كيلو بالظبط. طبعا حسب نوع الفراولة وفيها كمية فراولة بايظة قد ايه. ممكن تضيفي 500 او 400 جرام من السكر، بس انا بضيف 600 على الكيلو لان السكر بيعتبر مادة حافظة. واهم حاجة بقى نسيبها لحد ما تنزل كل الشربات اللي فيها كده، هنسيبها 3 ساعات. ولو حابة تسيبيها ليلة كاملة في التلاجة وتاني يوم تحطيها على النار. اول حاجة لازم تبقى النار عالية، وهنبدأ نتخلص من كل الريم لان الريم ده بيقلل من صلاحية المربى معانا. بعد كده هنسيبها لحد ما تقعد على النار، وهنختبرها ازاي. هناخد معلقة كده من الفراولة ونحطها في الفريزر 5 دقايق او في التلاجة. وبعد كده هنعمل الخط، طالما الخط ما قربش من بعض يبقى هي كده استوت. هننزل بقى بمعلقة كبيرة من عصير الليمون او ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، وهتبقى كده الفراولة جاهزة معانا. بعد ما بنضيف الليمون بتسيبها تغلي تاني لمدة ربع ساعة عشان تتقل معانا، وهيبقى معاكي احلى فراولة على كوباية زبادي في رمضان، بتبقى حلوة جدا.